يرفع علم اليابان في المدرجات؟ الحكاية بدأت لما الفيفا أعلن إقامة كأس العالم للأندية بنهاية 2005، وتحول طموح الأهلي للفوز بأفريقيا عشان يتأهل للمونديال، ودخل الأهلي أفريقيا كل الأخضر واليابس وكسب البطولة بدون ولا هزيمة واحدة. كل ده زود تطلعات الجماهير، وبقوا بيتعاملوا على أساس إن الأهلي رايح يكسب ويلاعب ليفربول في النهائي. طموح مشروع أكيد، لكن يمكن حط ضغط على اللعيبة، غير إننا اختبرنا حاجات جديدة على اللعيبة وعلى الإدارة. فرق توقيت 6 ساعات ورحلة طيران 16 ساعة وواصلين اليابان متأخر. كانت مشاركة كارثية خرج منها الأهلي بلا أي فوز، بس المفاجأة كانت في مطار القاهرة. الفرقة اللي راجعة خسرانة من اليابان لقت جماهيرها مستنياها بيهتفوا لهم وبيعاتبوهم بالعقل عتاب المحبين، وبيفهموهم إن الوصول لليابان مش هتبقى مرة عابرة، ده هدف كل سنة. 2006 رجع الأهلي تاني لليابان بعد الفوز بأفريقيا بالهدف الأيقوني لأبو تريكة في الصفاقسي التونسي، بس رجع بشكل أكثر انضباطا. خلاص فهمنا المشكلة، هنسافر بدري، نتأقلم أسرع على الجو، ومش هنحط ضغط كبير على اللعيبة. ديسمبر 2006 للعام الثاني على التوالي بيتكرر نفس المشهد في شوارع مصر، جامعات فاضية، مدارس لم يحضر أحد، والناس خدت أجازات من أشغالها، والقهاوي ما فيهاش كرسي فاضي من الساعة 10 الصبح. الأهلي بيكسب أوكلاند 2-0 وبيتأهل لقبل النهائي لملاقاة انترناسيونال البرازيلي بقيادة باتو، ولكنه بيخسره وبيلعب على الميدالية البرونزية قدام كلوب أمريكا المكسيكي. لحد 17 ديسمبر 2006 الأهلي بيكتب التاريخ وبيكسب الميدالية البرونزية الأولى في كأس العالم للأندية، الميدالية اللي هيكسبها تاني 3 مرات. ولكن هتفضل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية مرتبطة باليابان، وعلم اليابان في المدرجات معناه إن الأهلي دايما بيلعب بعين على بطولة أفريقيا والعين التانية على كأس العالم للأندية.